عبد الأحد سليم قرياقص. أبوي اسمه سليم. نحن من هون، من هالبلد. عمري 67 سنة. أنا عمري 10 سنين ما أشتغل، كنت أشتغل، هي الورثة من أبونا، هي يعني المهنة هاي ورثة من أبونا. ومن 10 سنين كنت عند أبوي. عمري 12 سنة كان عندي ماكينة أشتغل بالشارع بالسوق. بعدين اتأهلت عمري 18 سنة، وبالسوق كنا، وشوي مثل ما تقول ظروف صعبة كانت وكذا، وجينا بعدين اشترينا هالدكان وضبيت اولادي وقعدت انا واولادي. يعني نحن الحمد لله، يعني مو انه هالشغل اقول لك معيشتنا عم تطلع، يعني الحمد لله الله ميسرها، يعني معيشة عم تطلع. ويعني ايش بدك تغيري، يعني مثل ما تقولي، يعني بدها راس مال، بدها مبالغ، بدها كذا. الرزق على الله، يوم بيوم، ورزق الله عم بيدبرها، الحمد لله عم نشتغل. وانا صار لي هاي من عمري 10 سنين، صار لي تقريبا 55 سنة بهالمهنة. 55 سنة بالقامشلي ولا هالجزيرة كلها ما أظني في أقدم مني، يعني ما في، يعني أقدم مني ما في. وشغلنا الحمد لله نظيف، وكله شغل ايد عم نشتغل، يعني وكل شيء عم نعطيه حقه، وما في عنا تلعب الحمد لله. يعني الانسان يجي عنا كان في عنا بالسوق كمان، يعني بجيل ابوي كان يشتغلوا كمان معلمين كانوا، ويعني كلها ارمن ومسيحيه كانوا، يعني اسلام قليل ما كان في، يعني عرفت شلون. يعني المهنه هاي عن اجدادنا، هالمهنة هاي هي للأرمن. نحن السريان، هي للأرمن. الأرمن هن بالتفصيل، بالقنادر، التفصيل كل شيء، يعني معلمين. وبعدين جدي وأبوي أخذها منن، ونحن صرنا معلمين مثلن وأحسن منن، يعني بقى هالمهنة هاي، يعني أنا صار لي هاي 55 سنة فيها. 55 سنة، يعني عمري 12 سنة كان عندي ماكينة بالسوق. عندي ابني بالدكان، هلا هذا بالدكان معي، وعندي ابني هلا على شارع الوحدة عند الدوار حار الطي، كمان ابني هونيك، يعني كمان هو يشتغلها، متجوز، عنده ولدين الحمد لله. ومثل ما تقول مستورة، يعني عم بيطلع مصروفنا ويطلع أكلنا، وهذا هو يعني قصة إنه بدك توفري مصاري منا ما يتوفر، يعني حيشاكي تصليح قندرة ايش يعني تناخذ من الزبون. ويجينا اوقات ناس دراويش نصلح لهم، نقول روحوا بلها، ولا ما نطلع مع الزبون، ما يعني هالشغلات هاي ما نطلع، يعني والله الحمد لله ساترها.